السلام عليكم. قصتنا اليوم عن جيني ويلي. هي قصة فتاة تم حبسها منذ ولادتها، وتم تقييدها وضربها ومنعها من الأكل حتى أصبحت غير قادرة على التواصل. اكتشفت السلطات أمرها عندما أخذتها أمها للطبيب، وظن أن عمرها 7 سنوات، ولكنه صدم عندما عرف عمرها الحقيقي. عاشت جيني في عزلة شبه كاملة، لقد حرمت من الاتصال الإنساني وجردت من القدرة على التواصل. كانت جيني ضحية لإساءة معاملة فظيعة خلال أول 13 عاما من حياتها. كان والدها يقيدها على كرسي، وظل وجودها مخفيا عن العالم لأكثر من عقد من الزمن. من خلال الخوض في التفاصيل المأساوية والمفجعة لحياتها، توفر قصة جيني ويلي رؤى لا تقدر بثمن حول التطور المعرفي للأطفال، ويبين التأثر الشديد الذي يمكن أن تحدثه مثل هذه الظروف على نموهم ورفاههم. حظيت قصتها باهتمام فريق من الباحثين الذين درسوها على نطاق واسع لسنوات بعد ذلك. ومن خلال هذه الدراسات استنتجوا الكثير عن اللغة والتنمية الاجتماعية وتعقيدات السلوك البشري، لكن تبقى قصتها هي ملحمة مأساوية وإهمال. ولدت جيني ويلي عام 1957، وعاشت طفولة مؤلمة اتسمت بالإساءة الشديدة والإهمال. في السنوات التي سبقت ولادتها كان لدى والدها نزعة للقتل، وقد تسبب بشكل مباشر وغير مباشر في وفاة بعض إخوتها. عندما كان عمرها 20 شهرا فقط، كانت جيني محصورة في غرفة نوم صغيرة من قبل والدها. لقد ربطها بحزام مؤقت كان أشبه بسترة مقيدة لمدة 13 ساعة تقريبا في اليوم. كانت ترتدي حفاضة فقط، وكانت بالكاد تستطيع التحرك. وفي الليل كان والدها يضعها في سرير مزود بحاجز معدني، ويقيد ذراعيها وساقيها. إذا أصدرت جيني أي ضجيج كان والدها يضربها ويزمجر عليها مثل الكلب ويخدشها بأظافره. ومن الواضح أن والدها كان مريضا عقليا، وأن سلوكه أدى إلى تدهور حالة جيني العقلية بسرعة. بالإضافة إلى ذلك كان والدها بالكاد يطعمها، فقد كانت تأكل فقط أغذية الأطفال والحبوب والبيض المسلوق في بعض الأحيان. وفي بعض الأحيان كان يفرك وجهها في طعامها إذا اختنقت. عانت الطفلة المسكينة من سوء التغذية في الغالب طوال طفولتها بأكملها. وبحسب ما ورد كان والد جيني لا يستطيع تحمل الضوضاء. لقد منع أي شخص في المنزل من التحدث،
وأبقى المنزل صامتا تماما، لا أحد يتحدث. كل ما تسمعه هو أنفاس قاطني هذا المنزل. أبقى الأسرة محتجزة في المنزل، ولم يسمح لأحد بزيارتهم. لقد ذهب إلى أحد الجلوس في غرفة المعيشة ومعه بندقية، وكان سيقتل أي شخص خالف القوانين التي وضعها. كان والد جيني شخصا مسيئا ومريضا، وقد حصد ضررا لا يوصف، ليس لجيني فحسب بل للعائلة بأكملها. ومع ذلك فإن جيني ويلي الصغيرة واجهت أسوأ ما يمكن تصوره. في 4 نوفمبر عام 1970 خرجت والدة جيني لتقديم طلب للحصول على مخصصات الإعاقة للمكفوفين. لقد أحضرت جيني معها، وصادف أنها دخلت بالخطأ إلى مركز الخدمات الاجتماعية المجاور. عرف الأخصائي الاجتماعي الذي استقبلهم على الفور أن هناك خطأ ما في جيني. لقد صدموا عندما رأوا مظهر الفتاة وتصرفاتها الوحشية، وقدروا أن عمرها حوالي 6 أو 7 سنوات، وربما تكون مصابة بالتوحد. ولكن عندما أكدت والدتها عمرها، تم إحضار السلطات على الفور، وتم اتهام كلا الوالدين بإساءة المعاملة، حيث توفي والد جيني منتحرا في اليوم السابق لمثوله أمام المحكمة. وتكفلت الدولة بحضانة جيني وإعادة علاجها جسديا ونفسيا من أجل إدماجها في المجتمع. تحياتي للجميع، وأتمنى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.